تعالوا بينا ندخل على أحداث قصتنا الجديدة من داخل غرفة 207 اللي كانت ولا زالت قصصها من أغرب ما يكون. لو فاتك القصص الأخيرة تقدر تروح تشوفهم بسرعة على القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان تكون أول واحد يتابع نزول الحلقة الجديدة من غرفة 207 اللي قصصها لسه ما خلصت. بنروح بسرعة مع الخواجة مايكل وسيلفي وهم قاعدين يتكملوا حديثهم، وبيسأل سيلفي والخواجة عن السبب اللي خلاه أخيرا وافق على عرضه بعد المدة دي. فبيقولوا الخواجة مايكل إنه قرر يسيب مصر ويرجع على إيطاليا يكمل الباقي من عمره هناك، ولكن ما بيقتنعش سيلفي وكلامه، وبيقول له إن في سبب تاني هو مخبيه، وإنه جايز السبب ده هو خوفه من غرفة 207. فبيتعصب الخواجة وبيقول له إنه مش عارف هو سمع إيه عن الغرفة ومش حابب إنه يعرف، وإنه لو مش حابب يشتري الفندق فيبلغه هو هيدور على مشتري جديد للفندق. لكن بتوصل فاتن في الوقت ده وبتقطع حديثهم، وبتأكد للخواجة مايكل إنه مش هيبيع الفندق. بيحاول سيلفي ويسأل الخواجة هي مين دي، فبتبص فاتن لسيلفيو وبصة واحدة بتسيطر عليه بعدها. بيفضل الخواجة مايكل ينده على سيلفيو ولكن لا حياة لمن تنادي، وبيحس الخواجة مايكل وكأنه شاف فاتن من قبل كده لكنه مش فاكر فين. بتقوله فاتن انه كويس انه بدأ يفكر، وبتحاول فاتن تفكره بالاتفاقية اللي بينه وبين الغرفة، وهي انه عمره ما هيقرر يبيع الفندق او حتى يفكر يبعد عنه، وانه مهما حصل غرفة 207 مش هتتقفل، ولو مصمم على قراره فشيرين بقى تقول له هتعمل فيه ايه بالظبط. بيترعب الخواجة مايكل، وبنرجع لسارة وجمال اللي بيكونوا قاعدين لوحدهم بعد ما طلب جمال يتكلم معاها، وبيسألها جمال عن السبب اللي مخليها متغيرة معاه لكنها بتقول له مفيش. وبيبدأ جمال يحكي لها انه قدم على شغل جديد في فندق في أسوان لهم هما الاتنين، وبيمد جمال ايده في جيبه، فبتفتكر سارة انه خلاص قرر يتقدم لها. للأسف بتتفاجئ بتذاكر السفر اللي حجزها لهم جمال. بتتضايق سارة وبتقول له انه عارف رأيها في الموضوع ده، ولكن بيقاطعها جمال وبيوضح لها انها عارفة هو عانى قد ايه في ماضيه وخايف يكرر ده معاها، وانه خايف ياخدوا خطوة يرجعوا يندموا عليها. بتظهر لهم فاتن في الوقت ده وبتطلب من جمال يعزمها على حاجة، فبتعصب سارة وبتقول لها انهم في خدمتها داخل الفندق باعتبارها نزيلة، لكن مش في خدمتها طول ما هم خارج الفندق. نلاحظ ان جمال بدأ يسيطر عليه مرة تانية. بتتضايق سارة وبتقوم تمشي، وبيفضل جمال ينده على سارة ولكن فاتن بتقول له انه يسيبها. بيتفاجئ جمال في اليوم التاني باختفاء تذاكر السفر، بيروح بسرعة على غرفة 207 وبيلاحظ مصطفى انه مديحة في حالة غير طبيعية. بيروح مصطفى يطمن عليها، فبتشرح له مديحة انها حاسة انه في شيء هيحصل وهي عارفاه كويس لكنها مش قادرة تقوله على الرغم من انه موجود على طرف لسانها، لكنها مش قادرة تنطقه او حتى تفتكره. بنرجع لجمال في غرفة 207 وهناك بيسأل جمال فاتن عن تذاكر السفر اللي كانوا موجودين معاه، فبتقول له فاتن انها عاوزاه يدخل لها جوه. فبيدخل جمال بالفعل لكنه بيفاجئ بنفس المراية وهو لابس لبس خاص بالمماليك. وبينتقل جمال مع فاتن لمكان غريب وبتسأله فاتن هل ما زلت تبحث عن جارية؟ فبيجاوبها جمال بل أبحث عنك يا حبيبتي. يا سلام. بتكون فاتن لسه هتقرب منه لكنه بيفاجئ بسارة من بعيد، فبيروح جمال وراها بسرعة ولكن بتفضل فاتن تشده من ايده وتبعده عن سارة. بتتعصب فاتن على جمال، فبيتخض جمال من وش فاتن اللي بيكون مشوه وبيفوق مرة تانية. وبنرجع لغرفة 207 وبتقرب منه فاتن وبتأكد له انها هي كمان عاوزة نفس اللي هو عاوزه. فبيقرر جمال يخرج بسرعة من الغرفة لكنها بترجع تطمن شيرين انها هتقدر عليه. بنتفاجئ باختفاء سارة في الوقت ده، فبيروح جمال يدور عليها ولكن بنتفاجئ بسارة وهي بتعيط وبتطلب من عم مينا انه ياخد مكانهم لحد ما تتكلم شوية مع جمال. بيروحوا سارة وجمال يتكلموا مع بعض وفاجئوا سارة بطلب تأجيل سفرهم. فبيتعصب جمال وبيسألها ليه، فبتوضح له سارة انها بتحبه جدا وانها متأكدة ان هو كمان بيحبها لكنهم ما ينفعش يبدأوا حياة جديدة ويسافروا سوا لمجرد انهم خايفين من غرفة 207. بيقولها جمال انه مش ده سبب والا كان زمانه سافر لوحده من فترة طويلة لكنه حابب يكون معاها. بتقوله سارة انه هيفضل معاها لحد ما يحس انه بدأ يزهق ويمل ويرجع يحس بنفس احساسه مع سوسن زمان. بيحلف لها جمال انه مستحيل هيسيبها او يبعد عنها، ولكن بتطلب منه سارة انهم ياخدوا فترة يعتبروها امتحان لهم، اذا نجحوا فيها يكملوا مع بعض ولو فشلوا يتفرقوا بعدها. وبنلاقي جمال قاعد حزين في اوضته لكنه بيفاجئ باصوات الهمس مرة تانية. بيقرر جمال انه مش هيبات في الفندق وبيروح يسهر في مطعم بعيد لكنه بيفاجئ هناك بشيرين واللي بتقوله انه ما كانش ينفع يبعد عن الفندق او يسافر مع سارة بعد ما قربوا قوي كده. بيقول لها جمال انه مؤكد هي اللي طلبت من فاتن تيجي على الفندق. بتوضح له شيرين انها صحيح جابتها لكنه هو اللي قرر يقرب لها بمزاجه. بيتعصب جمال عليها وبيقول لها انه مش هيرجع لها مرة تانية وانه بيحب سارة ومستحيل هيخونها وانه اللي بيفكر
بيفكر فيه عمره ما هيحصل. لكن بتأكد له شيرين انه ما خرجش من الفندق من اصله وانه دايما بيفهم متأخر. بالفعل بنرجع للفندق مرة تانية وبنتفاجئ بجمال وهو خارج من اوضته في طريقه الغرفة 207 وهو مسيطر عليه. بينتقل جمال مع فاتن لمكان غريب وتقدر فاتن انها تغري جمال المرة دي بالفعل. وبنرجع لغرفة 207 وبنلاقي جمال وهو على سرير فاتن. وبنروح لليوم التاني مع سارة وهي واقفة حزينة على البحر وبتتفاجئ بفاتن اللي بتكون باصة عليها ومبسوطة من اللي حصل. بتبلغ فاتن شيرين انه الاتفاق اتنفذ. وبنتفاجئ بجمال اللي كان بايت مع فاتن. بنشوف سارة وهي قاعدة تبكي ولكن بنتفاجئ بسال بيقول له واقف في ظهرها. وبيقرر جمال يرجع غرفة 207 مرة تانية لكنه بيتفاجئ هناك بسارة. بيعتذر جمال لسارة على غلطته وبيطلب منها انها تديله فرصة واحدة اخيرة. بنروح مع عم مينا ومصطفى اللي سمعوا صوت ريح مفاجئ لسارة. بيروحوا بسرعة لكن بنتفاجئ للاسف سارة مقتولة على الارض. بيكونوا واقفين مصدومين من اللي حصل. بيغطي عم مينا عينها وتفضل مديحة تبكي جنب سارة وبتقول لهم انها شافت اللي حصل لها لكنها حاولت تقوله او تفكره ما قدرت. بنرجع لجمال وسارة مرة اخيرة داخل غرفة 207 وبنلاقي جمال قرر يفاجئ سارة بدبل الخطوبة وبيعرض عليها انهم يتجوزوا. بتفرح سارة جدا وبتقول له انه اخيرا اعترف لها وانها هي كمان بتحبه جدا ولكن للاسف الوقت اتاخر. بيستغرب جمال من معنى كلامها وبيطلب منها يخرجوا بسرعة من غرفة 207 يستكملوا حديثهم سوا. ولكن بتقول له سارة انه ما يخافش عليها اكتر من كده وانه كان عارف كل اللي هيحصل لهم لكنه كان رافض يصدق. بيبدأ جمال يفتكر جملة رين ليه وهي انه سارة مش هتخرج من غرفة 207 عايشة. بيصدم جمال وبيفضل يقول لها لا وبيترجى سارة ما تبهوش. فبتوضح له سارة ان غرفة 207 ما كانتش عاوزاهم يكملوا مع بعض ولا كانت عاوزة جمال يسافر ويبعد عن الفندق. بيفضل جمال يبكي ويترجى سارة ما تبهوش. فبتقول له سارة انه لكل حكاية نهاية وانه دي نهاية حكايتها. بيقول لها جمال انه مش هيقدر يكمل من غيرها ولكن بتقول له سارة انه هيكمل وانه كل اللي محتاجه هي سنة و3 شهور و4 ايام وده الوقت اللي بيحتاجه اي انسان عشان ينسى شخص بيحبه. بتحضن سارة جمال وهي مبتسمة وبتأكد له انه يستاهل يكمل وانه يستاهل كمان الواحدة تتعب عشانه العمر كله. وبتختفي سارة فجأة في مشهد مؤثر وحزين جدا جدا وبينهار جمال على الارض من حزنه على سارة. وبنختم بعم مينا ومصطفى ومديحة بيروحوا يقعدوا جنب جمال وبيفضلوا يهدوا. تفتكروا جمال هيتصرف ازاي من بعد موت سارة وايه الرابط الغريب اللي ما بين الغرفة وجمال وايه هو سر غرفة 207 اللي كلنا هنعرفه ولكن في الحلقة الجاية والاخيرة. بنشكرك على متابعتك لينا ومستنيينك في الحلقة الاخيرة. اوعى يفوتك الاحداث اللي داخلين عليها لان الغرفة اختارت ولسه تختار.